السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في فيديو جديد. طبعا اول فيديو يطلع بوشي مش عارف. بس النهاردة فيديو جديد. عايز اقول لكم ان انا صورت فيديو من شوية وفتحت ادايا كتير، بس راح الفيديو في الاخر اتمسح. حصل حاجة غريبة كده والفيديو اتمسح، فانا زعلان جدا. فانا هفتح باكات تاني برضه، ماليش دعوة يعني. انا هفتح باكات، يعني هفتح باكات بعد ما جمعت اصلا 10000 جوهرة. هوريكم 10000 جوهرة اللي جمعتهم. وجمعت نسختين ماسكرانو، جمعت 1250 جوهرة في باك و1250 جوهرة في باك ونسختين ماسكرانو وهدايا كتير جدا. بس انا عايز بقى اوريكم ايه المعلومتين اللي كنت اقولهم من المعلومه بتاعت حدث اليورو والمعلومه بتاعت حدث كوبا امريكا. وكويس ان انا معايا شويه نقط يورو افتح بيهم بقى هدايا تعويضا عن الباكات اللي انا فتحتها واتمسحت، ماليش دعوه. وايه تاني؟ دي الباكات اللي احنا كنا فتحناها. واول معلومه قلنا اللي هو عشان تاخد الهدايا اللي بره بيقول لك لازم تعمل باك، تعمل يعني تفتح هنا بيقول لك هتكون ايه 10 راوند عشان تفتح ديت. وبرضه نفس الكلام بيقول لك بره 15 راوند عشان تفتح ديت. فاحنا عملنا 9 راوند تقريبا. لما نجيب ال10 نفتح لجوه، وما نجيب ال15 نفتح ديت ونفتح ده اليورو. الراوند الواحده حوالي 10 فتحات. للي بيسأل، الراوند الواحده حوالي 10 فتحات زي ما عملت في الفيديو من شويه، وفتحت ب 200 نقطه وفي الاخر اتحسبوا 2 راوند بس، حاجه زي كده. فبس طبعا الفيديو اللي اتمسح اللي بقول لكم عليه. فطبعا الراوند الواحده اللي هي 10 فتحات من ديت للناس اللي بتسأل. نخش بقى على اليورو ريورد على طول. طبعا ويك 3 اتفتح. ويك 3 اتفتح للناس اللي ما شافتش اعتقد. وويك 4 بقينا في ويك 4 تقريبا ولا ايه؟ ويك 4 اهوت، قصدي اتفتح. هو ايه اللي حصل في الهدايا دي؟ ثواني. زي ما احنا شايفين هنا مكتوب 2 من 6 الوكان اللي فتحتهم. الوكات اللي فتحناهم وادي هنا لعيبه 94 من 97 وثلاث نسخ ماسكرونو والجواهر ديت. كل ده في ويك 3. طبعا احنا كنا بنفتح هنا وقلنا قربنا هنفتح فان دايك او لاعبين 95 99. تعالوا نفتح كام باك هنا مع بعض. ولعبه اتجددت زي ما شفنا، فان باستن 99، هنري 98. مين بقى اللي هيطلع؟ لعيب 81 ماشي. ايه تاني؟ على فكره فتحت باكات كتير اوي، فتح 31 باك هنا. المفروض يدينا هدايا حلوه يعني. مش عارف ايه ده. 83. الحظ مفيش، الحظ صفر صفر بجد، صفر حظ. نو تشانس نو. 80. لا انا ماليش مش هسيبها غير لما يطلع لي فيها لعيب. ما هي كده. نفتح كلها لعيبه تمانينات. انا مش عارف. عايز طبعا الناس دي رأيها. افتح فان دايك ولا افتح لعيب اللي بيتباع من 95 99؟ عارف ان هتلاقي لعيب 95 بس في الاخر مش هستفاد بيه في اي حاجه. الكاميرا كده، هي الكاميرا واحد تقريبا كده ولا كده ولا كده، كلها واحد ماشي. بيدا، مش عارف مين بيدا. من ساعه ما فتحت الباك دي طلع لي بيدا ده حوالي مثلا 100 مره مثلا. انا فاتح الباك دي 30 مره 36 مره، طلع لي بيدا منهم 30 مره. مش عارف مين بيدا ده. لا انا تعبت. يلا يلا يلا. 85. هو اسمه سويسي ولا ايه؟ مكتوب ايه؟ يلا يا عم. مشكلة انا ماليش خلق يعني. انا بجمع النقط وماليش خلق افتح الباكات. بيدا تاني استغفر الله. هو في سؤال جه في دماغي دلوقتي. هو دلوقتي اللي بيفتح دي 40 من 200، اللي بيفتح 200 باك، ايه اللي بيحصل بعدها يعني؟ تتمسح يعني خلاص كده ولا ايه؟ كده جاب قفل الايفنت. بص هو ما فيش حد خلاص طلع يعني عشان نكون متفقين. ودي لسه بيقول اجمع 10000. فانا جمعت حوالي، كنت مجمع هنا 7 وقول النهارده 8 احنا وصلنا ل8.5 تقريبا او 9000 كمان ان شاء الله قربنا نفتح دي. تعالوا بقى نشوف ايه الحاجات الجديده اللي حصلت في حدث اليورو. زي ما قلت لكم اول حاجه نشوف اليورو لايف اوفر، في لعبه جديده نزلت ولا لا. طبعا الناس اللي مش عارفه تجيب اللعيبه ازاي، زي ما مكتوب اهوت الجروب ستيج. اول حاجه دي اللي احنا كنا واقفين عندها، ده الطبيعي.
اللي هي كانت اللعيبه ديت واتقفلت، وهافرتز بقى 97 عشان قالك كل ما يسجل جون هيحصل كذا او اسيست هيحصل كذا، ومكتوب طبعا ان هو بيزيد اوفر او اوفرين على حسب دول. الجروب ستيج اتفتحت اهيت ونزل لعيبه تاني، دي اتفتحت واتقفلت سبحان الله، يعني هي كانت مفتوحه اصلا من 4 ايام. فغالبا اللي جايه تتفتح اللي هي السيمي فاينال، الله اعلم مين اللي هينزل في السيمي فاينال، بس اكيد لعيبه جامده. انا ما فتحش اصلا ولا واحده من ديت بالنقط ديت. اليورو مين، عايز اقول لكم حاجه برضو حصلت في اليورو مين وفي الانترو برضو. اليورو مين طبعا احنا كنا واقفين اخر حاجه عند راوند اوف 16، عملت فيديو ليها. لو دوست هنا على الكوارتر فاينال هتبقى صفرة معاك زي ما هي بقت صفرة كده، وهيدخلك على الكوارتر فاينال. الكوارتر فاينال برضو فيها لعيبه من 92 ل 97 فريري وبيتباعوا زي ما قلنا، وادي فيها لعيب تاني من 88 ل 94 وهكذا. والماتشات قصير طبعا برضو زي ما قلنا، قرب يفتح السيمي فاينال وقرب يفتح الفاينال. طبعا في الانترو برضو الهدايا نزلت اللي هي بتنزل كل 7 ايام برضو، كل ويك كالعاده اهوت. الهدايا دي بتتجدد كل ويك، وانت تاخد النقط ديت هكذا تعمل المهام اللي عليك، وتاخد النقط ديت وتاخد المليون جنيه ديت اهيت، وتاخد كل الهدايا ديت. وادي ايه، ناخد الهدايا ديت والهدايا دي. وادي ده كده كان حدث اليورو، ده كده كان كام النقطة اللي حصلوا في حدث اليورو. عايز بقى اقول كام نقطة ايضا. البتاع ده وجع الوداني. عايز اقول برضو كام نقطة حصلت في حدث تعالى نفتح الباك دي مع بعض. على فكره النهارده فتحت الديلي باك اللي فيها ماركينيوس 90، الديلي باك اللي هي بتديك ديلي اكستشينج المقايضه اللي هي بتديك لعيبه من 80 ل 97. دي ماركينيوس اوفر 90 بيتباع ب 2.5 مليون. طبعا انا مش عارف الفيديو اتمسح، بس اخش اجيبه لكم من الماركت، انا ما بعتوش ولا عملت اي حاجه، اجيب لهم ماركينيوس اقوله لكم. نفتح الباك دي الاول، يمكن الحظ يضرب في الباكين ورا بعض، ما ضربش ولا اي حاجه بس ماشي. 74 عادي اي حاجه يلا. وهنفتح ان شاء الله الباك ام 15000 جوهره بكره ممكن معاكم. وهوريكم حاجه برضو بتحصل، يعني حاجه مهمه في نهايه الاسبوع. اللي عايز يخش يلعب الماتشات دي ما يلعبهاش، يستنى لبكره، لان انا هوريكم بكره في نهايه الاسبوع النقط دي كلها بتتضاعف. يعني حتى في النقط اللي هي في اليورومين عادي، اليورومين عادي بتتضاعف. يعني المعلومه دي الناس كتير مش واخده بالها منها، يمكن 90% من الناس مش واخده بالها منها، ان انت ما تخش تلعب الماتش دوت لو لعبته النهارده هيقول لي ايه هديك كام نقطه. اختار اهوت اسبانيا مثلا وادوس كونفيرم، هيقول لي هديك لحد 300 نقطة. بكرة ال 300 نقطة دول ممكن يبقوا 600 نقطة عشان بيتضاعفوا. انا مش عارف حوار ال 300 نقطة ده، انا اول مرة اشوفه، بس هما بيتضاعفوا. يعني اما كانت 100 نقطة هنا، اما كنت بلعب في الويك اند كان بيديني 200 بدل 100. دلوقتي هنشوف بكرة مع بعض، يعني 300 دول ممكن يبقوا 600، فدي هتفرق جدا جدا جدا. يعني ممكن ما تلعبوش وتستنوا الويك اند وتلعبوا فيه. وغالبا اصلا الفيديو ده انا منزله هيكون الويك اند جه، فانتوا لو شفتوه يبقوا خشوا شوفوا اسات الويك اند، وان شاء الله هتبقى كده وهتضاعفوا النقط. زي ما قلت لكم تلاقوا ماركينيوس في الاكستشينج اللي هي من 80 ل 97 اهو. ماركينيوس يعني اهو وبيتباع اهو بدون مبالغه بيتباع عادي. ماركينيوس اوفر 90، مش عارف انا ببيعه ليه، انا عايز اللعيبه اوفر 90 بس ماشي. تلاقي لي في المقايضه اللي هي دي من 80 ل 97 والله العظيم، يعني مش بضحك عليكم مثلا. وعايز اخش بقى اقول لك اخر معلومه في حدث اليورو عشان نقفل الفيديو ده. طبعا ناخد دوت ايه الهديه كده اللي احنا اللعيب اللي احنا لسه واخدينه عشان ما ننساش. حدث الكوبا امريكا قصدي، احنا شفنا حدث اليورو والثلاث تحديثات اللي حصلت فيه. نخش بقى في حدث كوبا امريكا. الكوبا امريكا طبعا في حاجه مهمه، وهي الهدف من ان انت تلعب كوبا امريكا هو ان انت تاخد في الاخر الباك دي اللي هي لعيب من 90 ل 99. طبعا مش هنتعشم ان يطلع لنا ميسي 98 او 99 او فلفل او هكذا، يعني ممكن يطلع لك لعيب 97 مثلا، ده لو حظك حلو زي اريخو او كده. طبعا انت بقى بتفتح الباكات دي ازاي، لان في ناس كتير مش عارفه. اول حاجه انت بتخش يوميا تفتح ديت وديت وديت وديت، بعدين ايه تلعب المهام اليوميه كلها، يفتح لك ماتش تلعبه. اليوم اللي بعده نفس الكلام، تلعب الاربعه دولت، يفتح لك ماتش تلعبه كله هكذا. بعد كل ماتش طبعا انا عملت كده امبارح، لعبت كل دولت واللي فتح الماتش ده ولعبته وخدت الهديه دي. النهارده المفروض نفس الكلام، العب كل دوت والعب الماتش دوت بعدين اخد الهديه دي هكذا. 4 ايام لحد هنا، او بيكون ليها وقت معين غالبا 5 ايام 6 ايام على الريفريش ما يكون عمل. اهو بيقول لي الريفريش بعد 6 ايام. يعني امبارح كان اول يوم ولعبت وخدت لعيب، تاني يوم تالت يوم رابع يوم هكذا لحد اخر الاسبوع عشان تاخد لعيب من 90 ل 97. وطبعا بيديك نقطه عشان تخش هنا في الباص ديت وتفتح كل دول. طبعا ديت اللي انا قلت لكم فتحتها واداني فيها اكتر من 900 جوهره و30 نقطه من ديت ونسختين ماسكرانو، ودولت اللي انا كنت بقول لكم عليهم.
وفي حاجه تانية اخيره برضو، بيديك نقط كل اسبوع. يعني انت لما كنتش خدت لسه النقطه اللي هي معموله ريفريش امبارح، نازله امبارح تقريبا، بعد ما اداك لعيب 93 فري اصلا، ال ام بتعمل كليم هنا للنقط دي بتاعت الكوارتر فاينل، بعدين تفتح لاعبين معاك، تفتح لحد لاعبين عادي زي ما انتم شايفين. انا معايا نقطه وفتحت بالنقطه الثانيه غير ناتشو، ممكن افتح بالنقطه دي، بس انا مش هفتح بالنقطه دي غالبا، يعني ان هو سيمي فاينل ممكن نفتح لعيب واحد والفاينل لعيب واحد، فانتوا ممكن تفتحوا عادي. يعني ممكن افتح ده معاكم عادي وخلاص، خليه معايا. هبدأ استخدمه في مقايضات يعني، بس مش هستفاد بيه اي حاجه يعني. وبس يعني مش عارف، ده كان فيديو النهارده. اشوفكم فيديو جديد على خير، وان شاء الله هنعمل تحديات فيز اتاك وهيد تو هيد زي ما قلت لكم. ادي ماركينيوس بقى كمان تحديات فيز اتاك وهيد تو هيد، وعايزين نلعب مع بعض ايضا. يعني الناس اللي عندي على تيك توك والناس اللي عندي على اليوتيوب عايزين تبعتوا لي اد والعب كل يوم مع حد، سواء لايف او سواء اي حاجه، اصور الفيديو وانزله معاكم. ونعمل تحديات كتير مع بعض. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.